السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم وفيديو جديد وحلقة جديدة من أخبار وكواليس النادي الأهلي ونادي الزمالك والكرة المصرية. ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات ولايك وشير علشان المعلومة توصل لغيرك بإذن الله. بالله عليكم يا جماعة مش هوصيكم على اللايك والشير بإذن الله. أول حاجة يا جماعة هنبدأ بيها النهاردة خالد بوطيب ونادي الزمالك. كلام يا جماعه وعلى مسؤوليتي الشخصيه، الكابتن حسين لبيب توصل لاتفاق مع خالد بوطيب امبارح، واتفق مع خالد بوطيب ان هو يديله $1,000,000 وباقي المبلغ يتقسط على 6 شهور، وخلاص نادي الزمالك هيقدم جواب رسمي لحصوله على الرخصه الافريقيه النهارده اخر النهار او بكره ان شاء الله. نادي الزمالك يشارك وياخد الرخصة الأفريقية. كابتن حسين لبيب شابوه، برافو عليك، حل الموضوع. هو كده الشغل يعني خلاص، زي ما قلنا برضو من يومين 3 ان نادي الزمالك هيحل الموال، فخلاص الكابتن حسين لبيب خلص الموال مع خالد بوطيب، وبرافو الكابتن حسين لبيب، كده انت راجل بتشتغل. هروح مع حضراتكم لحاجة تانية على السريع، يعني يحيى عطية الله. يحيى عطية الله يا جماعه كان فيه كلام كتير وقلنا، وبعد كده قلنا فيه برضو كلام مع بالعمري لاعب الظهير الايسر لنادي الرجاء المغربي، ولكن النادي الاهلي امبارح بيغير كلامه وبيروح لنادي سوتشي الروسي علشان يخلص يحيى عطية الله اعاره بنيه الشراء، اعاره مع تفعيل بند الشراء. نادي الاهلي عايز يجيب اللاعب موسم، نادي سوتشي اصلا كان طالب $800,000. النادي الاهلي دلوقتي هيجيب اللاعب اعاره بنسبه كبيره، بنسبه 99%. الراجل جاي، اللاعب يحيى عطية الله جاي اعاره، هيدفع له مثلا $200,000، ولما يعني يتاقلم اللاعب وتمام وياخد الموسم ده، نيجي بعد موسم الاعاره يقوم النادي الاهلي مجدد ليحيى عطية الله او مفعل بند الشراء، وساعتها يدفع لنادي سوتشي الروسي $600,000 اللي فاضلين. اللاعب هيحصل على كام يا جماعه في خلال فتره الاعاره؟ على $500,000 بنسبه كبيره 99%. يحيى عطية الله جاي زي ما قلنا، ولكن مش بيع وشراء، اعاره لمده موسم، وبعد كده النادي الاهلي ان شاء الله يعني اللاعب يبقى تمام ويؤدي مستوى كويس، لعيب عالي طبعا، والنادي الاهلي يفعل بعد كده بند الشراء، وزي ما قلنا هيدفع $200,000 اعاره، ولو هيفعل بند الشراء بعد الموسم الاولاني هيدفع $600,000 لنادي سوتشي الروسي، ويحيى عطية الله هيحصل على $500,000. هروح مع حضراتكم لحاجه تانية كده على السريع، وهي اخر حاجه ممكن هنختم بيها. عضو مجلس اداره نادي الزمالك محمد طارق، اللي اتكلمت برضه في فيديو امبارح وقلت على تصريحاته مع ابراهيم فايق، بيقول الاهلي اشتغل كويس على مباراة القمة علشان ما تتلعبش، عشان يستفيد بالنقاط، ويعني كلام ويرتاح ويبقى يعني ياخد النقاط بدون تعب وارهاق، ونفذ النادي الاهلي اللي هو عايزه من غير ما يظهر في الصورة. الكلام ده اولا ما ينفعش يطلع من عضو مجلس اداره، وفي ناس كتير انتقدت الكلام ده امبارح، ناس من اللي كانت بتطبل وبتهز رؤوس على قناه نادي الزمالك ايام المستشار مرتضى منصور. امبارح كانت بتتكلم مع عبد الناصر زيدان ومع غيره، وكان لهم مداخلات كتير، وبتنتقد ان الكلام ده ما ينفعش يطلع من عضو مجلس اداره. اللي انا عايز نادي الزمالك يشوفه، بص في المدرج وشوف جماهيرك، الجمهور اللي ما عادش بيروح، اللي انت حطمته. احنا ما قلناش حاجه، نتمنى جمهور نادي الزمالك يرجع، نادي الزمالك نادي كبير وقلعه رياضيه عظيمه كبيره، ما قلناش حاجه. اللي عمله الكابتن حسين لبيب ان هو يخلص مع بوطيب، ولما اللاعب بوطيب لقى $1,000,000 وفي نيه للخلوص، اللاعب قبل يجدول الباقي الفلوس والمديونيه على 6 شهور. بنقول شابوه للكابتن حسين لبيب ان هو ابتدى يخلص ويشتغل. يطلع عضو مجلس اداره ناسي ان بيراميدز اللي هو وجمهوره واعضاء مجلس اداره نادي الزمالك والصحفيين الزملكاويه وصبحي عبد السلام وايهاب الفولي ومنتصر رفاعي ومش عارفه مين
وايهاب الشرقاوي والناس اللي كلها اللي كانت بتطلع وتطبل على قناه نادي الزمالك، كلك دلوقتي بما فيهم الجمهور بقى بيشجع بيراميدز وسايبين نادي الزمالك ولا بيدعموه ولا بيشجعوه، ومش واخد بالك ان انت امبارح متعادل مع فاركو، وكمان مش شاغل دماغك بمستواك وبمباراه فاركو وبمركزك في الدوري، وبيراميدز اللي خد مكانك دلوقتي وانت في المركز التاسع قلنا امبارح ولا حد شايفك. حاطط دايما النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي خلص الموال في مباراه نادي الزمالك ومباراه القمه من غير ما يظهر في الصوره علشان ما يلعبش. محدش ضربك على ايدك وقال لك تطلع حنفي عشان تطلع تصرح تصريحات زي دي. اولا انبح زي ما تنبح ولا يشغلنا، بس خلي بالك انت وجمهورك النهارده بقيت بيراميدز شغالين ورا بيراميدز عفوا يا جماعه، وبيراميدز واخد مكانك السنه اللي فاتت. تاني بقول تاني، انا قلت امبارح السنه اللي فاتت والسنه دي في الدوري وفي دوري ابطال افريقيا، وانت بقيت انت وجمهورك بقى ليه جمهور عظيم. نادي بيراميدز خلاص، نادي الزمالك فقد الامل في نفسه وفي مستواه وبقى ماشي ورا نادي بيراميدز علشان يشجعه وسايب اللي وراه. تحياتي لحضراتكم، ما تنسوش اللايك والشير وادعمونا على قد ما تقدروا علشان المعلومه توصل لغيركم باذن الله. استنونا في حلقه جديده واخبار جديده من كواليس وصفقات وانتقالات. احنا في موسم الانتقالات دلوقتي، واخبار الكره المصريه، وان شاء الله بنسبه كبيره يكون يحيى عطية الله موجود. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.